كل من اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تحدد هدفك في الحياه، وازاي تعرف انك ماشي في الطريق الصح لتحقيقه. لو انت محتار او مش عارف تبدا منين، الحلقه دي ليك. اهميه وجود هدف في الحياه. ليه لازم يكون عندك هدف؟ الهدف بيدي معنى لحياتنا، بيديك طاقه عشان كل يوم تصحى وتشتغل. بدون هدف بنحس بالضياع، بنحس بفراغ. امثله بسيطه: شخص عايز يفتح مشروع، حد بيحلم يسافر ويكتشف العالم، او حتى عايز يطور نفسه في شغله او دراسته. الفرق بين الناس اللي عندها هدف والناس اللي ما عندهاش هدف: الناس اللي عندها هدف دايما بتلاقي عندها شغف وحيويه وطاقه انها تشتغل، اما اللي مش عنده هدف ممكن يبقى حاسس بالاحباط، التشتت، الضياع. طب ازاي تحدد هدفك؟ وعشان تحدد هدفك اسال نفسك الاسئله دي: ايه الحاجه اللي بحب اعملها بحس اني مميز فيها؟ ايه الحاجه اللي ممكن اسيب بيها اثر في حياتي وحياه الناس؟ اكتب كل افكارك، خد ورقة وقلم واكتب كل اللي نفسك تحققه أو كل الحاجات اللي بتحبها. قسم أفكارك، اختار 3 أهداف رئيسية وابدأ ركز عليهم، ممكن أكتر وممكن أقل، أنت وأهدافك، مش لازم 3 بالتحديد، ممكن هدف واحد كفاية. حدد الأولويات، إيه الهدف الأهم وابدأ بيه، ما تبدأش بيهم كلهم عشان غالبا مش هتكمل في ولا واحد فيهم. خطط بذكاء، حدد خطوات صغيرة وابدأ خطوة بخطوة. وأهم شيء تجنب الأخطاء الشائعة، ما تحاولش تحدد أهداف غامضة زي إن مثلا عايز أنجح. عايز تنجح في إيه بالظبط؟ أنت محددتش، ده هدف مش واضح. لازم يكون الهدف محدد وواضح، زي مثلا عايز انجح في شغلي واترقى، عايز انجح في دراستي واخش الكليه المعينه. طب ازاي تعرف ان عندك هدف فعلا؟ لو حاسس انك متحمس لشيء وبتفكر فيه دايما، مثلا بتفكر دايما في كليه معينه او مهاره معينه، غالبا ده هدفك. طب وعشان توصل للهدف ده لازم تسال نفسك سؤال وتشتغل على نفسك. لو دايما بتتعلم حاجات جديده وبتحاول تطور نفسك، ده معناه ان عندك رؤيه واضحه وهدف محتاج توصل. هدفك ممكن يكون تطوير نفسك، تعلم نفسك مهاره، بتحس بإنجاز كل مرة بتحقق خطوة صغيرة، بتحس بالإنجاز. لو فده دليل إنك عندك هدف وبتسعى وإنت كده في الطريق الصح. في نهاية الحلقة متنساش إن وجود هدف في حياتك بيبدأ بخطوة بسيطة. اكتشف نفسك وما تحسش إنك متأخر، إنت مش في سباق، دي حياتك، وكل فشل أو إنجاز ليك انت مش لحد. اعمل الصح وما تضغطش نفسك، عامل نفسك برفق، ما تقساش عليها، وافتكر ان عقلك بيصدق اللي بتقوله له. لو فضلت تقول انا فاشل هتفشل حتى لو ماشي في الطريق الصح. ما تبقاش عدو نفسك، ولو لسه مش عارف تبدا خد وقتك وفكر وما تفقدش الامل. وافتكر انت مش في سباق عشان تحس نفسك ان انت متاخر. استنيكم الحلقه الجايه تحكوا لي ايه اهدافكم ووصلتم لايه، وما تنسوش تشاركوا الحلقه مع اصحابكم اللي ممكن يستفادوا منها. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.